أصبحنا أضحوك أمام المغرب، خاصة بعد تأهل المنتخب المغربي. المنتخب الجزائري منتخب ضعيف جدا. مش عليك، أنا راني تحت صدمة باسكو جو سوي سور لو شوك، باسكو اليوم مصر سي كارثة في كرة القدم الجزائرية. بركات لأننا تجاوزنا الخطوط الحمراء بطريقة مهينة. المنتخب الجزائري منتخب متواضع، كارثة حلت بالكرة الجزائرية، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته بداية بالناخب الوطني. بصح السؤال يبقى مطروح دروك، باش نبدا لك برضوان؟ باش نبدا منين تحب؟ ما حبيتش نبدا لك باللاعبين اللي ما عندهمش مسكين، اللي ما عندهمش مستوى، نبدا لك باللاعبين اللي ما جابهمش اللي كانوا يكونوا اليوم في الدوره هذه، نبدا لك باللاعبين اللي ما عندهمش روح قتاليه، نبدا لك باللاعبين اللي جاو بلون تاعهم، نبدا لك بالتكتيك بالتكنيك، نبدا لك بالكومبورتمون، نبدا لك في ستاف تكنيك اللي ايلاجي ما عندهم حتى دور. صح. دروك مدرب الحراس الدوله الجزائريه اللي دارت فيك الثقه وعطاتك كاع الامكانيات حقيقه رضوان نتكلموها. انا الدوره اللي فاتت هذه درنا دو ايشاك، كوب دي موند كوب دافريك، معليش قال بالك نجدوا فيه الثقه ولا مي منتخبنا الوطني ما بروغريساش رضوان، هذا هو المشكل، ما شفناش قدامنا يزيد. حتى راني نتكلم معاك، وفي بعض الاحيان سمحوا لي يا مشاهدي رانا على المباشر، في بعض الاحيان نقرص في روحي، يعني نقول ممكن ما كانش منها انها فازت علينا بصراحه. شوف رضوان، اولا سي فري نقول لك كارثه، تقول لي بالك راك ضخمتها بزاف ولا، بصح ما خلينا اليوم صراحه في مباراه مثل هذه اعتقد انه حتى اللاعبين حملوهم المسؤوليه. لعبت امام منتخب ماهوش منتخب القوي، كنت قلتها لو خسرنا هذا اللقاء نغلقوا الريدو، لانه ماهوش من الطبيعي انك تخسر امام منتخب يفوز لاول مره في تاريخه. ايش رايك في اللي حدث اليوم؟ هل عندك تفسير على الاقل؟ انا والله مش عليك، انا راني تحت صدمه باسكو جو سوي سور لو شوك، باسكو اليوم مصر سي كارثة في كرة القدم الجزائرية. حتى لما نفوزوا بدون إقناع. صح. كيفاش رضوان؟ نفوزوا بدون إقناع. بدون إقناع. الغلطة طويلة رضوان، كي قعدنا نفوزوا وقال لك 35 بدون انهزام، هذيك هي الغلطة رضوان. هذيك أكبر خطأ. حسبنا وحنا رانا وصلنا، ولكن في الصح اليوم كوب دافريك سي الناس دروك ماشي دروك غادي تولي أضعف فريق في الدوره اللي فاتت. حتى اللي المرتبه الرابعه. يعني نقول لك سي با نورمال رضوان، سي با نورمال الاخر جروب ضعيف صح. يعني الفوج ضعيف رضوان، تشوف لي زيكيب كاع راحوا الفوج. فهم دروك انت كي قالوا لنا كالكيلاتوريس، واش من كالكيلاتوريس رضوان؟ حنا مدينا امل الجمهور الجزائري، حنا كنا عارفين واش كاين. صح. مي بصح هما خلينا نعرفوا بلي البالون فيه دي سيربريز، فيه ما على باليش انايا، فيه امورات بزاف يصيروا في كره القدم، وسيرتو في هذه الدوره هذه شفنا دي سيربريز بزاف، شفنا دي ناسيون دي بتي ناسيون داروا مفاجآت. عنده بيات هما ضربة جزاء اعطيها لهم عادي، ولكن لازم تحمي المنتخب الوطني، لازم كما نقولوا تضمن له تحكيم نزيه. يعطيك صح، احنا كما نقولوا بالجزائر تزرب على المنتخب تاعك، تكون نزيه، حكم لا ينازه، يعني يحكم المباراه بنزاهه. انا نتمنى المنتخب الوطني والاداره تاع المنتخب الوطني تكون يعني تتبع صغيره وكبيره، ما لازمش نروحوا كوم دي سبيكتاتور نروحوا نحوسوا، ابعث ناس كفاء يتبعوا الملفات، وين الحكام، وين هذه اللجنه. لانه لما تشوف الاخطاء التحكيميه اللي تحدث حتى تقول انه كل شيء خليني نقول بين قوسين مهيئ لمنتخب معين مثلا. نو كابتن، انا نحوس على بلادي، انا نغطي على بلادي، انا الاداره لازم تمشي الحكام هذه في الفنادق تعس، هذه الحكام اللي راح يربيتري لك الحاكم تاعك في وين راهو في الفندق فلاني، تروح تحمي الحكم هذاك، تحميه، لان كابتن تحب ولا تكره، وين على بالك هو راهو على 50 كيلو ولا 30 كيلو 30 مانيش عارف نقولوا 2 كيلومتر ولا 3 كيلو دون ان اوتر اوتيل، واش تعرف شكون يجي ليه شكون ما يجيش ليه. هاد الحكام شوف القاره السمراء كابتن، الحكام ماهمش نزهاء، الحكام ماهمش نزهاء في القاره السمراء، لان شفنا كل منتخبات، انا شفنا نحاولنا كاليفيكاسيون كاس العالم كابتن. صحيح كابتن، عانينا كثير من التحكيم هذا. شوف كابتن الكاميرا احنا وكان ما سجلنا تاع سليماني وكان اطلع الحكم. اللوبيات هي ما تدير. يعطيك صحه لا كاين لوبيات كابتن، لازم تدخل معاهم، لازم تدخل. شوف كابتن، نحبوا ولا نكرهوا، كاين لوبي تاع تحكيم وكاين لوبي
كيفاش يقولوا يكسروا المنتخبات باش ما يفوتوش، كاين لوبيات يكسروا المنتخبات باش ما يفوتوش. حنا اون في بارتي دو سيت كاتيجوري. حنا عندنا منتخب لاباس به، عنده امكانيات، عندنا بال جوناس، شفنا لاعبين مثل مازا مثل حاج موسى مستوى عالي جدا كابتن. اليوم عطاو ان سينيال. طب حنا رانا جاهزين منتخب جزائري باش نروحوا بعيد في كاس، ما نقولكش نروحوا باش ندو كاس افريقيا، نروحوا بعيد 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 ان شاء الله، ولكن لازم الاداره توقف مع المنتخب الوطني، على الحكام بوكو بلوس، على الحكام يعني تغطي تحمي. ماناش نقولوا كابتن احنا يحميوا المنتخب تعطينا حقنا برك. هذا ما كان عندنا ضربه جزاء ندي ضربه كابتن. الدولة الجزائرية وضعت في تحت تصرف المنتخب الوطني طائرة خاصة. كيف انا هنا دوكا تفهموا الفوتبول باش ما يقولوش اليوم راهم جاو يفونجيو، ما جيناش نفونجيو والو، نهضروا حقائق. حنايا انا والله العظيم ما نتكلم على هذا السطاف مليح ماشي مليح، ما نتكلمش عليه، نتكلم على المسؤول اللي غاردا ستاف ما ايتي اليميني كوب دافريكي كوب دي موند. انا كنت نقول لازم لا ديميسيون تتنحط، صح، ما حد ما هدر. كنت نقول لا ما تتنحطش، وهذه ماذا بك توريها بالشعب يشهد عليها. لا فيديراسيون اللي ما كانتش، باسكو ما كانتش فيديراسيون، يمشيو سور بليزورد. قلت هما يوبليجيو لا ديميسيون تاع ستاف. خلاص يا ايشاك دوز ايشاك دو غرونديوس. هذه كرة القدم، ما نقولوش خدموا ما خدموش الله يسهل، مي دوز ايشاك يروحوا. لا ناس قاردات ستاف اليوم هما يتحملوا المسؤوليه. ماذا بينا تخرج في لي ريزو شكون هاد الناس هادوما، باسكو لحقونا 5 سنين. المفارقة ليست في النتيجة بل في الكبرياء. في المغرب فتحت البيوت للجزائريين وقدمت الملاعب كأطباق من ذهب، وانتصر أسود الأطلس بالعمل لا بالشعارات. أما في الطرف الآخر فكانت الماكينة الإعلامية تجتهد في قص اسم المغرب من نشرات الأخبار في محاولة يائسة للتغطية على شمس الحقيقة بغربال الحقد. بدأت الحكاية بوهم لا هزيمة وانتهت بحقيقة لا أداء. يواجه الإعلام الجزائري اليوم الحقيقة المرة، منتخب شاخ في قمة مجده. يتحدث الخبراء عن سوسيال كروي ومحسوبية في اختيار الأسماء، بينما تغيب الروح القتالية التي كانت يوماً علامة مسجلة. خلف الكواليس لم تكن هناك كرة قدم، بل كانت هناك شركة سوسيال كبرى، لاعبون بلا روح، ومدرب يتقاضى راتب يضاهي ميزانيات دول، واتحادية غارقة في صراعات الأجنحة، بينما كان الإعلام الرسمي يحاول تخدير الجماهير بقصص المؤامرات واللوبيات.